يا جماعه اللي احنا كنا بنتفرج عليه ده والله ما كان ماتش كوره، ده كان ماتش ضحك. كان الزمالك نازل يقدم ضحك خام. يا نهار ابيض يا جماعه، انا بتفرج على الماتش، انا لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم لقيت لك الجون دخل. ده حتى المخرج ما خدش باله، يعني الجون بيخش فينا قبل المخرج ما ياخد باله. يعني الجون كان متوقع، غلطه من الدفاع وغلطه من نص الملعب ومحمد صبحي بيحط التاتش بتاعه. والجون التاني برضه غلطه من الدفاع وغلطه من نص الملعب ومحمد صبحي برضه بيحط التاتش بتاعه. ايه يا محمد صبحي، الكرة قدامك مش عارف تمسكها، انت ايه؟ انت بتفكرني بماسك الهوا بايديا. والجون التالت برضه محمد صبحي الكرة بتقع من ايديه. يعني ايه؟ اول جون ما كانش غلطته قوي، تاني جون كان قاعد بيقول لك ماسك الهوا بايديا، تالت جون الكرة سخنه مش عارف يمسكها، بيمسكها بتقع من ايديه. انا بقيت خايف لو حد جه يرجع له الكرة تخش في جون. يعني هو اصلا محمد صبحي كان بيعمل لك بروفا من الاجوان اللي تخش فيه في ماتش فيوتشر. والله بروفا كان نفس ماتش فيوتشر، نفس اللي بيحصل دلوقتي، بس دلوقتي ايه؟ بيقدم ضحك بزياده اللي هو ايه. والله يا جماعه انا عايز اقول لمحمد صبحي كلمه واحده: يا ابني الكار ده مش كارك، روح شوف لك حاجه تانية، افتح لك عياده، اشتغل لك مهندس. انت كارك مش ده يا ابني. ظلمك اللي جابك حارس في الزمالك، والله انت اتظلمت. انت وعواد شيل تلاتة الدور الاولاني، وانت بتيجي تكمل تقول لا يا باشا احنا زي بعضينا، ما ينفعش. احنا حراس الزمالك كلها لازم تشيل تلاتة من الاهلي وربنا يا جماعه الاهلي اول 20 دقيقه كان مضيع اكتر من 4 اهداف. ده احنا وصل بينا الحال، يعني احنا وصل بينا الحال ان كهربا بيلعب بالكعب قدام منطقه 18 اللي هو ايه، قدام الدفاع والخط الوسط بيلعبوا بكعبهم، وكهربا بيضيع الجون ويقول لك يا خساره. عارف ايه يا جماعه؟ وكهربا بيضيع وكل لعيبه بتضيع. ده احنا يا جماعه والله العظيم الزمالك يحمد ربنا وربنا ان هو خرج 3 بس الشوط الاولاني. يعني انا بما يرضي الله يخسر 5 بسبب الضحك اللي كان بيقدمه. انا في الفيديو اللي فات بقول يا رب اصوليو يظبط نص الملعب ويظبط الدفاع عشان ما نقدمش ضحك. وبرده يا جماعه في الفيديو اللي فات اللي قلت قبل الماتش، قلت يا جماعه اصوليو لو ما ظبطش نص الملعب والدفاع هنقدم ضحك، وهو اللي حصل. الاجوان كلها من عمق نص الملعب، يعني الاجوان كلها من ايه؟ غلطه من نص الملعب والدفاع. وانا يا جماعه في فيديو فات برضه قلت لكم الاهلي بيعمل ضغط على لعيبه نص الملعب، وهو اللي حصل. الزمالك مش عارف يطلع الشوط الاولاني خالص. الزمالك عارف، هو الزمالك ما كانش بيقدم كوره. يعني نفسي افهم حسام عبد المجيد راجع بايه؟ لازما اخد محمود علاء ايه مثل اعلى ليا، لازم اعمل اسيستات. يا عم حسام عبد المجيد انت راجع من المنتخب واخد جايزه احسن مدافع، راجع هنا تقدم لنا اسيستات لحسين الشحات؟ انا هو بس كل جون يجي يزعق ويعمل لك اللقطه بتاعته بس. يعني انت متخيلين يا جماعه ان الزمالك الشوط الاولاني كله ما فيهوش الا لاعبين بس اللي كانوا بيحاولوا: زيزو وفتوح وشيكابالا. يا عم اصوليو والله شيكابالا ما يبداش اساسي، يا عم اصوليو شيكابالا ينزل في الشوط الثاني يفرق معاك. يعني دلوقتي اصلا الشوط الاولاني كله يا جماعه محمد صبحي وحاتم سكر وحسام عبد المجيد وابراهيم انداي وسيف الجزيري، دي اللعيبه دي كلها كل اللي بتعمله في الماتش هي بتتفرج جوه الملعب. يعني هي بس بتتفرج من جوه الملعب، تلاقيهم ايه، انا حاسس ان هم دافعين اشتراك بريمير عشان يتفرجوا جوه الملعب. بس دي كل لعيبه الزمالك. وشيكابالا تحس ان هو مش قادر يجري. شيكابالا بينزل الشوط الثاني احسن. شيكابالا الشوط الاولاني عمل التحامين مش قادر يجري. هو بيحب ينزل الشوط الثاني يستغل الحته دي. يعني احنا يا جماعه الزمالك خرج 3-0 الشوط الاولاني، وانا كان نفسي بس اشوف الشناوي لابس ايه في الشوط الاولاني بس. يعني اوسوليو نزل بسم الله ما شاء الله. اوسوليو بينزل ايه؟ مش باللعيب والاثنين، بينزل من الاربعه كده اللي هو ايه يا باشا احنا لسه هنبدا بقى شغل هواه ولعيب في لعيب، لا ابدا بالاربعه. الفرقه اتظبطت، يعني سبحان الله الفرقه اتظبطت لما انت نزلت السيسي ورؤى. يعني انت يا اوسوليو خطتك خلتنا نقول عايزين السيسي ورؤى. شفت انت وصلتنا دي؟ يعني انت وصلتنا بالخطه بتاعتك الغريبه اللي احنا مش فاهمينها اللي هي ايه. انا مش فاهم هي 3-2-4-1 ولا 3-3-3-1 ولا انت بتلعب ايه؟ انا مش فاهم. يعني انت خطتك خلتنا نقول يا رب ينزل عمرو السيسي ورؤى. انت اللي وصلتنا بالخطه بتاعتك الغريبه دي، وقاعد لي ايه طول الماتش؟ قاعد لي بره كل جون يسجل لك. يعني مش عارف هو يعني كل جون هو بيسجل ذكرياته. يعني بيقول لك انا المفروض اظبط الدنيا. انت جاي تذاكر دلوقتي يا عم؟ ما تلعب بالمضمون. جاي تذاكر في ماتش الاهلي؟ يعني 3 تاني. يعني احنا الزمالك بسم الله ما شاء الله 3 دي عادي معاه. يعني الزمالك بقى يخش فيه 3 جوان عادي. وفي ماتش فيوتشر كان الزمالك بيقدم ضحك ولولا ستر ربنا انقذنا. يعني اهو انذار من عند ربنا برضه ننزل نعك. انا مش عارف يعني ايه، انا مش فاهم هو بدأ ازاي. انا مش فاهم اوسوليو كان بيفكر في ايه. علي يا جماعه انا حاسس ان اوسوليو يا جماعه فيريرا كان بيكلمه قبل الماتش كان بيديله نصايح بس. ده تفسير وحيد للماتش. انت فيريرا كان بيديك نصايح قبل الماتش.
ده الحل الوحيد معاك يا اسوريو. الزمالك بعد ما نزل الشوط الثاني الاداء اتحسن عشان انت نزلت لعيبه في نص الملعب، احنا ما كناش بنلعب لعيبه في نص الملعب خالص، وخدنا ضربه جزاء في الدقيقه 66 واهو يلا. وكمان يا جماعه الاهلي كان مستهتر بينا، الاهلي والله كان عايز يدخلنا جوه الماتش، لعيبه مش عارفه تطلع كوره في الدفاع، الشناوي يخبطها في عمر جابر، والله الاهلي نفسه يرجع الزمالك، لكن احنا لا، احنا يا باشا لينا مبدا، احنا ما نسيبش مجهودنا، ما نستفادش اي هدايا. ايه يا جدعان في ايه؟ في ايه؟ انا مش عارف انا والله. عشان كده قلت لكم يا جماعه، عشان كده كنت بقول لكم يا ريت ننسحب، يا ريت ننسحب عشان ما نقدمش ضحك، احنا هننزل يتعمل علينا حفله، وده اللي قلته في الفيديو اللي فاتت، والناس كانت بتهاجمني تقول لي انت خايف ومش خايف، لا ما هو قدامكم الستة واحد بتاعت المقاولين دي، قلت لكم والله دي كانت حاله كده، الفريق كان فيه حاله كويسه، بس قلت لكم الدفاع دون هيقدم ضحك قدام النادي الاهلي، وهو اللي حصل. دفاع غريب مع الاهلي، لما بيعوز يروح بيروح، ما بيلاقيش حد يوقفه. يعني الاهلي لو عايز يعمل هجمه انا هعمل هجمه، يعني وريني مين في الدفاع عندك يقف قدامي. ده يعني مفيش الا المسلوسي بس اللي كان بيلعب شويه في الرمى، المسلوسي بس في الدفاع، وفتوح مش قادر يطلع من كتر الضغط العالي، يعني فتوح مش لوحده هيحارب مع نص الملعب ده كله. بس يا جماعه عايزين برضو نبعت رساله كده لسياده المستشار وكابتن خالد الغندوري، كان يقول لك الزمالك مش محتاجه 3 صفقات بس، وخالد الغندوري ده يقول لك الزمالك محتاج صفقه واحده بس. بالمنظر ده الزمالك لو ما جابش فرقه جديده يبقى احنا بقى ايه نستاهل اللي يحصل فينا الموسم الجاي. الزمالك محتاج فرقه، محتاج حارس، محتاج قلبين دفاع، محتاج 2 نص ملعب، محتاج مهاجم. ونفسي اعرف انداي ده يا جماعه بيلعب ايه؟ افتكرت والله انداي ده، وانا حاسس ان هو ايه، انا بجري معاكم بتدافعوا، بجري ايه انتوا بتدافعوا وانا جاي معاكم، بتهاجموا وانا جاي معاكم، بس هو ده مهمته، ان ايه بجري معاكم، بس ده مهمته في الملعب. انا ايه، انا رايح معاكم في الدفاع، انا جاي معاكم في الهجوم. بتعمل ايه يا ابني؟ مفيش اي حاجه. بس كده يا جماعه، يا ريت سياده المستشار، يا ريت يا جماعه نادي الزمالك يعمل صفقات محترمه. احنا عمالين كنا عمالين ايه نطلع عيننا، عايزين طارق حامد وعايزين امام عاشور عشان الضحك ده، احنا ما كناش بنقول اللعيبه دي من فراغ عشان الضحك ده. بس كده يا جماعه، ده كان رد فعل سريع على الماتش. يا ريت اداره نادي الزمالك تبدا تفوق، عشان احنا لو دخلنا بطوله عربيه هنتهان، والله هنتهان بالبطوله العربيه بمنظر الفرقه دي. بس يا جماعه في الاول وفي الاخر ده راي شخصي، واي حد يقدر يكون مفتوحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.